السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا حبايبنا. النهاردة بقى جاي لكم فيديو جديد، هنعمل لكم طريقة ايه العناب في البيت. ماشي معانا كده مع بعضينا. هنحط هنا ايه، دول مش كوباية، مش مليانة، اقل من ملوها. هنحط كوبايتين سكر هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله تبارك الله. الكوباية التانية برضو مش مليانة. دوت الكركديه، ماشي، احنا طحناه ماشي وادانا ده كده. بصوا حبايبنا، برضو دي كوبايه مش مليانه، اقل من ملوها كده، هو المقادير كده. ماشي، هنحطنا هنا كوبايتين السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. ده عناب كركديه بيتطحن وتعمليه عناب في البيت، ده ما تشتريه من بره، مكونات في قلب البيت. هنعمل ايه؟ هننخله بالمصفى. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان لو في حاجات خشنة بتتشال. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي، ده طحناه ماشي، ده الخشن ده مطحنش يعني ايه كويس. ماشي، هنقلبه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله تبارك الله، بسم الله الرحمن الرحيم. لازم اهم حاجة ان انتي تقلبي المكونات كلها ببعضيها. دول يعني نص كيلو سكر، يعتبر نص كيلو، كوبايتين نص كيلو. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجات كلها مشروبات تعمليها من البيت وطبيعية، انتي شايفاها بتعمليها بطريقتك وكده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله تبارك الله. يا رب يا حبايبنا كده الحاجة اللي احنا بنعملها تكون عاجباكم وتكون كويسة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الله. بسم الله. هنحط هنا ايه، مش هنكمل الربع كوباية برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفضل نقلب برضو فيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم اما تطحني الكركديه تطحنيه في الكبة، تنخليه الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمله واحدة واحدة كده مع بعضينا بالمعلقة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هي كده ميته مظبوطة، اهم حاجة ان انتي ما تكتريش المية فيه. بس ما شاء الله. لازم تفضلي تقلبي فيه لحد السكر الابيض ما يختفي. بصوا ما شاء الله لونه عامل ازاي. دي حاجات عاملاها انتي في بيتك طبيعيه، ولا حاطه لها لون ولا اي حاجه، وممكن معلقتين يعملوا لك شفشق كبير، غير اللي احنا بنشتريه جاهز من بره، مش بيبقى زي ده خالص. ده ما شاء الله عليه يعني.
كل حاجة بتبقى في البيت وبتعملي عصير لأولادك، حاجات طبيعية وكويسة. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يبلغنا رمضان يا رب، اللهم امين يا رب. جعله على أمة محمد كويس يا رب، ويشفي كل مريض يا رب، ويفك الكرب عن كل متضايق، اللهم امين يا رب العالمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حبايبنا بصوا مركز كده، مركز. حطينا ايه؟ حطينا كوبايتين سكر، كوبايه مش مليانه، وكوبايه كركريم طحناها اقل برضو من ملوى. لو عايزه تمليها حطي كوبايتين سكر مليانين على الاخر وكوبايه كركريم. بس احنا عملنا دول كده ايه عشان تشوفوه. اهو يا حبايبنا، بصوا ما شاء الله عليه، دولت يطلعوا اكتر من نص كده. بسم الله ما شاء الله. اهو يا حبايبنا هنعمل معاكم حبه كده وتشوفوه. ده تمر مركز. عملنا ايه؟ عملنا كوبايتين سكر وكوبايه كركريه. طحنا الكركريه ونخلناه وحطيناه على السكر، حطينا ربع معلقه ميه. ماشي يا حبايبنا. بصوا هنا هنعمل كوبايه، هنحط معلقه. بصوا المكونات، بصوا ما شاء الله. طبعا هنقلبه. بصوا عشان هو مركز. بصوا حبايبنا، لو عايزه تقلي برضو شويه تقلي، بس هو ايه، ممكن نحط ربع معلقه تاني، ربع معلقه تانية اهي. بصوا الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تبارك الله. كل ما بتسيبيه حبه بيتقل بيركز. بصوا طعمه في منتهى الجمال ما شاء الله. اهو بصوا يا حبايبنا، لو عايزه تعمليه وتحطي معلقه تمر عليه بيبقى طعمه برضو حلو. يعني انت مثلا عملتي الشفشق حطيتي ده، تاخدي معلقه تمر واحده تحطيها على الشفشق معاه، بيديكي طعم ومزازه جميله ما شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم حبايبنا. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب، اللهم امين. مكونات سهله وجميله ما شاء الله، وانت قاعده في بيتك تعملي. طالما عندك سكر تجيبي اي المكونات من العطار، اي عطار، وتعملي الحاجه وانت قاعده في بيتك، وحاجه نظيفه وحاجه مركزه. وعمر اللي انت هتجيبيه من بره مش هيبقى ده زي ده خالص يعني ما شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم حبايبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.